السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي الكرام. تحية لكم منين ما تكونوا وفين ما تكونوا. معكم أحمد عبد المجيد في كلمتين للخير إن شاء الله. النهاردة السبت 26/8/2023 على ما أظن إن التاريخ صح. مشكلتنا الخيانة. مشكلتنا الخيانة. الخيانة كلمة كبيرة، ناس كتير ما بتصدقش ان هم خونة او بيرتكبوا افعال طارقة للخيانة. طالما مثلا ما كانتش خيانة بينة، او خان فيها وطن، او طلع فيها اسرار عسكرية، او الكلام ده كله. لكن الخيانة بتبدأ من اول الانسان ما بيقول مصلحتي. الخيانة بتبدأ من أول الإنسان ما يقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي، وهو ده للأسف المبدأ اللي احنا ماشيين بيه. عندك الفترة اللي فاتت دي لما إعلام ابن مليكة طلع سرح بالناس وقال لهم اوبا دخلنا البريكس يا محترمين، البريكس خير، البريكس هيشيلنا من الفقر اللي احنا فيه، وهيعمل لنا وهيسوينا ومش عارف وايه والكلام ده كله. الناس اللي بتخاف على مصالحها، اللي بيرتكبوا نوع من انواع الخيانة وهم يشعرون او لا يشعرون. البيوت اللي قدام منك دي ارخص بيوت، صورتها بدل المرة 1000، ده 820,000 جنيه. ادي للبنك 30,000 وقسط الباقي لو شغال. او الشقق اللي قدام منك دي الشقة ب100,000 جنيه. بيتخرج من الجامعة، ده أول بيت بياخده مع صاحبته أو اللي هيتجوزها، وبيبدأوا من أول هنا يكافحهم. بس كام سنة يترقى هو وصاحبته يقوم جاي بايع البيت ده. كل البيع هنا بيتم عن طريق البنوك، عشان ما حدش ينصب على التاني، وبروح يشتري بيت في الأرياف يكبر وهكذا. وزي حضرتك ما شايف، بص، خير الصيف وخير المطر، شوارع بريطانيا كلها بالطريقة دي. المباني اللي قدام منك دي كلها العصر الفيكتوري 1850 أو 1800، كلها كل اللي انت شايفه ده 1800. المبنى ما اتغيرش من بره زي ما هو، ومن جوه برضه ما اتغيرش، نفس اللعب النظيف اللي بره، الديكورات الجميلة، النوافذ، الأوض الصغيرة، الكلام ده. كل اللي اتغير التكنولوجيا اللي فيه. الاول ما كانش فيه كهرباء، دلوقتي بقى فيه كهرباء، بقى فيه واي فاي، وهكذا. تدخل جوه تلاقي القرن اللي احنا فيه دلوقتي، المعدات اللي فيه. ومن بره زي حضرتك ما شايف، حتى السور ما اتغيرش. عراقة، ناس بتقدر وبتحترم تاريخ. اما طلعت لجان ابن مليكة تسرح بالناس وتقول لهم البريكس البريكس، طلع العالم اللي ما تخافش الله، اللي ما بتفكرش الا في نفسها ومصلحتها، الجهلة الجهلة اللي مستنين الشيطان يعدهم الخير، مع العلم ان المولى عز وجل قال لهم الشيطان يعدكم الفقر، لكن لسه يا اخي مستنيين من الشيطان واعوانه خير. كله طالع. هو صحيح كلامهم ده صح؟ السؤال الوحيد اللي بيسألوه، هو صحيح يا استاذ فلان كلامهم ده صح؟ هو ده الشارع كمان اهو، بص، الشجر زي اللي احنا فيه بالظبط واجمل. هو صحيح يا استاذ احمد يا استاذ فلان كلمنا عن البريكس، عمل لنا حلقه عن البريكس، وكله من جواه بيتمنى ان كلام لجان ابن مليكه يكون صح، ان الدولار فجأة هيرجع ل20 جنيه وهيرجع ل15 جنيه، وممكن يرجع ل4 و5 جنيه، والحق غير الدولارات اللي معاك، والحق مش عارف اعمل ايه وايه. وهم كلهم عارفين من جواهم ان كل ده مش هيحصل. كل سنة بيتوعدوا وعود ملهاش اول من اخر. مرة يقول له لقينا مش عارف ايه نهر شاي بحليب متحلي، وجنب منه لقينا بير بقسماط وهنفطر ببلاش. ومرة تانية يطلع يقول له ده احنا لقينا مش عارف بحر طحينة وجنب منه بير ريش ضاني وكله هيتغدى ببلاش. من سنة 72 ولا من أيام جمال عبد الناصر، والجرائد بتكتب لهم إن دخلنا عصر المش عارف إيه وطلعنا الفضا ونزلنا. والله روح اتفرجهم. وجرائد السادات تطلع لهم في 93 ولا في 73 ولا 74 آسف، تقول لهم اكتشفنا بترول أكتر من السعودية وهندخل الأوبك وهنعمل وهنسوي. والله ما سمعنا منهم غير كده، وهم عارفين الكلام ده. الجنينة اللي قدام منك دي حوالي فدانينها، بالكراسي اللي فيها، بالنجيل اللي فيها اهو، بالشجر العتيق اللي فيها دي، عشان تخدم المربع ده او الدايرة دي.
شايف الدايره دي؟ الجنيه دي عشان تخدمها. هات القهوه بتاعك الصبحيه وانزل اقعد هنا اول زي البرنس، فضلا عن ان عندهم جناين ورا البيت. شوف الشوارع والهدوء. الكشافات دي بتشحن بالطاقه الشمسيه، دي من 1700. كانت الاول بتشتغل بالزيت، زيت الحيتان اللي كانوا بيصطادوها. بعد كده اشتغلت بالغاز. بعد كده اما دخلت الكهرباء عملوها كهرباء. دلوقتي بتشحن على ضوء النهار يكفيها. كمان شويه هتلاقي الدنيا بدأت تظلم وهتلاقي دي نورت. وادي الدكك قدام منك اهي مش لاقيه اللي يقعد عليها. شوارع بريطانيا كلها كده، دي اسمها فلوس الضرايب. خرجت الناس اللي ياما شربت وعود كدابة منه ومن حكومته علشان تسألك تاني وتتذبذب. بعد ما كان بعضكم صدق ان الناس دي انضمت لنا. لو تفتكروا اخر حلقة انا عملتها قلت بالنفس كده بالنص كده: لكل منا شأن يغنيه. لكل واحد فينا سبب هو اللي بيخليه ينطق وهو اللي بيخليه يتكلم، وان الا قليلة هي اللي اجتمعت على كلمة الحق واجتمعت على لا اله الا الله محمد رسول الله، والباقي داخل علشان مصلحته. 90% منهم بيتكلموا علشان كرشه يملاه الاكل والشرب والطفح، ومش عايز من دنيتي اكتر من كده. السياسه ليها اهلها، انا مش من اهلها. يقول لي ابعد الدين عن السياسه، ما عنديش مانع. عايز دوله مدنيه، ما عنديش مانع. عايز دوله كفر، ما عنديش مانع. اوعى تمنع الافلام، اوعى تمنع الكوره. عايشني زي ما انا عايش، واهم حاجه هات لي طفح. الناس دي كلها ومعاهم طبعا طبقات الأغنياء أو الطبقات اللي بتقول على نفسها طبقة متوسطة والحال بهدلها أو لسه خايفة لا تتبهدل. كله عايز يصدق. كله عارف من جواه ان مش هيحصل الكلام ده، والكلام ده كذب في كذب. واللي مخليهم مقتنعين ان الكلام ده كذب كمية الوعود الكذابة اللي اخدوها منهم. ويطلع يقول لك هو البريكس مش عارف هيعمل لنا ايه يا استاذ احمد وهيسوي لنا ايه يا استاذ احمد. طب يا سيدي لو افترضنا ان البريكس ده فعلا ممكن ينجدك من اللي انت فيه، ممكن يرخص لك الدولار شويه ويرجعه لك ل20، مع العلم ان 20 يعني لسه خسران. ده الدولار كان ب6 جنيه ونص اول ما جه الخنزير ده، وقبل ما يجي العسكر كانوا الجنيه المصري ب7 دولار. فمهما تعمل خسران. لكن حتى لو صدقتك وفعلا البريكس دون خلى الدولار يرجع ل20 جنيه ورجع لكم الفول والفلافل والكلام ده للمتناول، انتوا هتعملوا ايه؟ هترضوا بيه؟ هيرضوا بيه. الشلة اللي هي تتعدى أكتر من حوالي 80%، اللي بينعروا دلوقتي بأعلى صوتهم وبينهقوا من الجوع، مش عايزين ياكلوا رجول فراخ، مش قادرين يدفعوا الفواتير، ساعتها هيعيشوا معاه. هيقول لك خليه، مش عايزين نعمل مظاهرات ولا نتهبب ولا نعمل أي حاجة، خليه موجود زي ما هو. ما الدنيا بترخص اهيا، ما هو هينفذ وعوده، ما هو كاني ما هو ماني. هيختفوا من على الساحة زي ما ظهرهم. احنا بنتكلم بقالنا سنين السنين، محدش منهم اتدخل ولا ورانا صوته ولا سمعنا صوته ولا ورانا خلقته الا لما بدأوا يجوعوا، وكله طالع بنفس اللهجة. عايزين فلوس، عايزين طفح، عايزين ماما، عايزين ناكل. هي دي الكلمة الوحيدة اللي بتسمعها منهم. هي دي الكلمة الوحيدة اللي بتسمعها منهم. طيب الناس دي لو البريكس ده فعلا حقيقي وفعلا هيوفر لهم فلوس والكلام ده، الناس دي هترضى؟ هترضى. مش هيلزمها في كم معتقل في السجن، ولا كم واحد اتشنق، ولا كم واحد هيتشنق بكره او بعده، ولا هيعمل ايه في الناس، ولا يلزمها البنات اللي اتعمل لها كشوفات عذريه واتبهدلت في الاقسام وفي المحاكم، ولا هيلزمها عرض اهاليها اللي بيتهان واللي لسه هيتهان، ولا يلزمهم الفلوس اللي بتتهرب بره بالاطنان، ولا هيلزمهم اي شيء من ده. طالما كلوا وشرب مفيش مشكله، طالما الدوري هيشتغل مفيش مشكله، طالما الاهلي هيفضل يلعب مفيش مشكله. علشان الجهله اولاد الجهله يطلع يقول له انت احسن ما في مصر يا اهلي، انت خير ما انجبت الارض يا اهلي، انا فخور ان انا بموت فيك وبعشقك يا اهلي. والله تشوفهم التعليقات اللي بتتكتب للاهلي يا محترمين تبكي وتتحسر على دينك وعلى علمه وعلى المعرفة. وكل ما تيجي تتكلم مع واحد فيهم بجهله يطلع يقول لك هو الاهلي ماله، هو الاهلي عمل لك ايه؟ يا عالم يا جهلة، يا عالم يا منافقة. شايف البيوت اللي قدام منك دي؟ وده الجنينة دي عشان تخدمها اكتر من 3 فدادين قدام منك اهي، غير طراز الجنينه اللي احنا لسه سايبينها ما بقالناش اكتر من 15 دقيقه. وكل كام حي زي اللي انت شايفه دول له جنينه جباره بتخدمهم. شوف كده فيديوهات فيكتوريا بارك، شوف ابي بارك اللي كلها بط وبجع وبحيرات والكلام ده،
روح شوف جنينة تانية اسمها براد جيت، هتلاقيني قاعد بأكل فيها غزلان. المدينة اللي عدد سكانها ما عداش مليون فيها أكتر من 5 حدائق عامة تهبل. كل حديقة فيهم معدية 50 و60 فدان. ومساحات الخضرة دي بيشترطوا عليهم، هتعمل حارة أو حي صغنطط زي اللي انت شايفه ده، مفيش كام بيت لازم يتعمل لهم خضرة، لازم يشموا هوا نظيف. الشجرة اللي انت شايفها دي بتغذي شارع، شوف كام شجرة قدام منك. ها، تخيل كده نفسك عايش في اي بيت من البيوت دي، ودي افقر بيوت في بريطانيا، افقر اماكن في بريطانيا، ارخص بيوت. بكررها تاني، تخيل ان ده بيتك او دي شقتك او هنا ده بيتك، وبتقوم من النوم الصبحيه ما انتش محتار تقعد فين. تقعد على الدكك اللي هناك دي، تقعد على النجيل ده، تجيب ولادك يلعبوا هنا للصبح، لا هتشوف ازازه تقطع رجليهم، ولا عيل يسرقهم، ولا واحده تخطفهم تشممهم وتنيمهم وتاخدهم تبيعهم قطع غيار، ولا واحد يقوم يتفرعن على قدام بناتك ويعمل فيها فحل. مش كده؟ مفيش الكلام ده. وفي كاميرات، الناس دي بتحترم القانون. الكفرة دول بيحترموا القانون، وفي المصلحة قلبهم مع بعض وايديهم واحدة، مش زينا. احنا اللي قلالات الادب، احنا اللي قلالات الادب بنخلق مشاكلنا بايدينا لان ما تربناش، وبنيجي في الاخر ونقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السناجب اهي بتجري قدام منك، بص السناجب دي بتدخل الجناين في البيوت وبيأكلوه، طالع على الشجرة. الناس المنافقة على ما صدقت ان سعادة البيه يقول لهم البريكس خير، وايه اللي هيجي لنا من ورا البريكس؟ هياكلكم وهيشربكم. طب تعال دور على البريكس ده. البريكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن روسيا والصين وشويه دول ملهاش لازمه. الدول دي كلها حتى ما تقدرش تستغنى عن الدولار الامريكي، عايزين يعملوا تكتل اقتصادي. ما هو انت يا جاهل، يا اللي قلنا لك روح اقرا العمر كله وما زلنا بنقولها لك، العلم قبل الايمان. لو كنت قريت كنت عرفت ان الكلام ده بيتسرح بيك بيه من سنين. الله يرحم الكويز، فاكر اتفاقيه الكويز ما بين امريكا واسرائيل ومصر؟ وقال لك بس ده احنا هناكل الشهد. الله يرحم كامب ديفيد، اللي الخاين ابن الخاين راح باع فيها سينا وباع فيها فلسطين الساداتي، وقال لك بس ده الخير جاي، التفاح والهمبرجر والكلام ده جاي، وهناكل وهنبقى زي الفل. مش كده؟ لو كنت رحت قريت وشفت ان الدول اما بتعمل حلف ما بينهم نتائجه ما بتظهرش الا بعد منها بسنين كنت فهمت. الاتحاد الاوروبي اللي انت شايفه ده عم عمل عمله موحده كان اخد اكتر من 50 سنه على ما اتفقوا على عمله، واتفقوا على حكومه، واتفقوا على دستور، واتفقوا على برلمان. بس انت ما تعرفش الكلام ده. هو زي حضره الضابط ابو 30% ابن الرقاصه ما قال للجان اطلعوا قولوا البريكس ده حل السيسي انه يبعد عن الدولار. دولار ايه اللي يبعد عنه؟ ده الصين بتتنشأ عشان تجمع دولارات. الصين ما بترضاش تبيع باليوان الصيني الا نادر. الصين عايزه دولارات علشان تستفها، لان الدولارات دي ثروتها، هي دي اللي هتقدر تشتري بها مواد خام وتشتري بها مواني. الصين عايزه تعمل نفسها قوه عظمى زي امريكا، عماله تدخل تحتل مواني بالفلوس بالقروض. اي مكان بيدخلوه ما همش انضف من الامريكان، ده انجس من الامريكان وانجس من الاوروبيين. بل بالعكس، دول بياكلوا لحوم بشر وبياكلوا دود وبياكلوا بلاوي سودة. يعني الخنزير الامريكي او البريطاني انضف من رقبة امه، ولعنة الله على ده وعلى ده وده يا سيدي. ما بنقولكش لا كاني ولا ماني، بس ايه اللي انت هتاخده من الصين؟ ايه اللي انت هتاخده من روسيا؟ الصين هتديك قرض لو شافت انك انت تستاهل القرض، وهتاخد قصاد منه مينا. هتديك قرض هتاخد قصاد منه اراضي. الصين بتشتري موارد، عماله تجمع دولارات باي طريقه من الصناعه اللي بتصنعها، لان عارفه ان الليله دي مش هتطول. امريكا ممكن تفكك المصانع اللي في الغرب وتسحبها. امريكا بتتاجر مع الصين حجم تجاره مهول اكتر من اللي دول البريكس كلها بتتاجر معاها بيه. ممكن امريكا تسحبها. الاتحاد الاوروبي ممكن يسحب تجارته من الصين ويسحب الشركات دي ويعملوا صغيرها في الهند. الصين كبرت لان فيها ايدي عامله رخيصه وفيها مكونات رخيصه. الهند فيها نفس المكونات وفيها نفس الامكانيات. افريقيا فيها نفس الكلام. اللي عمل الصين الغرب واللي قادر يفكك الصين الغرب، بس هم عاملينها علشان حرب عالميه الله اعلم، او الله اعلم عاملينها ليه.
عاملينها علشان تقوم على روسيا وياكلوا بعض في يوم من الايام، هنعرف ما تقلقش. انما الصين ما فيهاش خير، ده شيطانها اوسخ من شيطان امريكا. الصين يا جاهل يا ابن الجاهل منك ليه، لو كنت رحت قريت يلي تتقي ربنا انت وهو، وما كنت في عرفت قول الله الشيطان يعدكم الفقر، عمرها ما هتديك جنيه ببلاش، هتاخد قصاد منه شيء. هتديك جنيه هتقول لك اديني بداله مينا، هتديك جنيه هتقول لك اديني بداله موارد. ما بتشتريش الا مينا، مواني وموارد. موارد يعني اديني الحديد بتاعك، اديني منجم ذهب، اديني مش عارف ايه. هو ده اللي بتاخده، وما بترحمش وما بتطلعش من المكان اللي بتروحه. عايزه تعمل لنفسها قواعد في كل حته زي الامريكان، وعايزه تنافس باي طريقه. وروسيا زي حضرتك ما شايف وشفتها عملت ايه في السوريين، اخواتنا السوريين ومع بشار، ما بتديش جنيه لله في لله، بتديك جنيه بتحتلك، فضلا عن انك بتتاجر بايه. انت لا عندك تجاره، انت ما بتتاجر ولا عندك صادرات. الصادرات بتاعك ما بتعديش حوالي 5 مليار دولار في السنه. ايه اللي ممكن تديه للصين علشان تاخده منهم باليوان الصيني؟ طب بعد كده الصين لما تحب تشتري منك حاجة، عندك ايه تبيعه لها؟ ما عندكش. عندك ايه تبيعه للبرازيل؟ ما عندكش. لو رحت خدت صفقة لحوم كده من البرازيل علشان يطفحوها لك بكم مليار، والبرازيل قالت لك يلا خد الجنيه المصري بقى اللي انت اشتريت بيها هون، وانا هاخد حاجة قصاد منه، عندك ايه تبيعه لهم؟ ده انت بتستورد المشبك، الابرة، الغاز، حتى الامكانيات الطبيعية اللي عندك كلها اتسرقت واتباعت. ما بقتش لاقي الغاز اديته لاسرائيل وبتشتريه منهم تاني. ما بقتش لاقي اي مصيبه سودة عليك وعلى اللي خلفوك بعد ما فككوها وجابوا ضلفه. عندك ايه تتاجر بيه؟ ما عندكش. لكن الجهل ليه ناس، ويلا البريكزت واللي بيستنى الشيطان، ما الشيطان ما بيوعدوش الا بالشر. زيهم بالظبط زي اللي بيقول لك الجيش لسه فيه شريف، الجيش فيه شريف، احنا نحاسب اللي غلطهم بس ونسيب الشرفاء. مع العلم ان المنافق ابن المنافق عارف ان الشرفاء عمالين بيتفرجوا، هيقول لك ده في ضباط اتسجنت. طب والشرفاء دول سابوا زمايلهم يتسجنوا ليه؟ الشريف ده بياخد مرتبه كل شهر ليه؟ يعني تتباع تيران وصنافير ويتباع النيل، والنيل خلاص نشف خلاص، وهو قاعد بيقبض مرتبه كل شهر وراكب عربيه الجيش وبيدخل مستشفيات الجيش ومروق مراته وولاده من على قفانا، وتيجي تتكلم يطلع المنافق ابن المنافق يقول لك لا ده لسه فيهم شريف. اعرف ان اللي زي دون برضه له شأن يغنيه، زيه زي الجهله التانيين اللي عايزين مجرد بطنهم، مش عايزين النظام يتغير. كل اللي عايز عبد الفتاح ابن مليكه يتغير، بس غير لي ابن مليكه وسيب لي الدوله زي ما هي. يقول لك لا مش عايزين نخرب الدنيا. هتخرب الدنيا ايه يا خنزير يا ابن الخنازير؟ ده الدنيا خربانه بسببهم، الدنيا ضايعه بسببهم، ده انت لو شلتهم هترتاح. يقول لك لا فيهم شريف. شريف مين يا حبيبي اللي دخل بالرشوه؟ ده كل اللي دخلوها في اخر 30 سنه ما دخلوش غير بالرشوه. لا هم لسه فيهم شريف. ما لا اله الا الله، لا اله الا الله. فئه محترمين، سوري فئه محترمين. وده معرض اهو بيلموا الزباله من الشارع وعامله في جنينه عاديه اهو، انا عامل بيه تماثيل، عامل بيه مش عارف ايه. كل دي زباله لمنها من الشارع. 2 هم من طلبه جامعه اللي عاملينها ومنظمينها. عامل حصان من مش عارف ايه، وشفاطات شيليموه من بتاعه ميه. النهارده انا مصور اكتر من حوالي 3 أو 4 انشطه في السيتي سنتر لوحدها. اتفضل، دي من الزباله. شوف زباله الناس هنا ايه، دي زباله. هنا ممكن تبقى ماشي قدام البيوت تلاقي ساعات، تلاقي بتاع دون تلفزيونات مرميه، غسالات فول اوتوماتيك شغاله عاوزه اللي يشيلها. التيشيرت ده كان مرمي في الزباله، كل ده جايبينه من الزباله. كل اللي انت شايفه ده كبل لك عملوا فيه. تقول له يا حبيبي في شريف مننا مصيبه، هو في شريف وخلاص. شريف مين اللي عمال يقتل كل يوم؟ ده كان الجيش النجس ابن النجس بتاعك ده. الضباط الشريفه دي هي اللي نيمت اخواتك يا عديم الشرف والكرامه، وعملت لهم كشف عذريه ولا الهوى. لا هو في شريف وخلاص. ليه مصلحه ان هو يفضل؟ ليه مصلحه ان هو يفضل؟ وتيجي في الاخر يقول لك ايه؟ ليه يا استاذ فلان المعارضه بتاعتكم دي ما تتحدش كلها ونحط اختلافاتنا على جنب ونطلع نتكلم ونسوي؟ احط اختلافاتي مع جنب مع مين؟ احط اختلافاتي على جنب مع العلماني
اللي قاعد متحفز وكاره كلمة الإسلام وحاطط في دماغه إن ما ينفعش يقوم فيها دولة فيها كلمة ربنا علشان أخلص من عبد الفتاح ابن مليكة والعسكر، ما ينفعش. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. يا عالم اتقوا الله. احط ايدي في ايد واحد بيقول لي الشذوذ حلال، احط ايدي في ايد واحد بيقول لي الالحاد حلال، الست تعمل اللي هي عايزاه وكله يعمل اللي هو عاوزه. ما انا لو حطيت ايدي في ايده النهارده وبعد كده سقطت العسكر، ما هو هيرفع عليها السلاح بعد كده. ولو ما لقاش مساعده ليه جوه البلد تناصره، هيروح يجيب لك الامريكان، هيقول لهم احموني، انا شاذ وعايزين يعملوا فيا كذا وكذا، انا ملحد وعايزين يعملوا فيا كذا وكذا، مش عايزين ابقى في البرلمان، انا رقاصه وبيقولوا لي لا احترمي نفسك. احط اختلافاتي على جنب مع مين؟ مع اللي كان بيقول لي دولة عمر بيه سليمان وعايز دولة البشوات ترجع وعايزها تكون علمانية في علمانية. طب انا هحط اختلافاتي معاها النهارده لحد ما اخلص مع العسكر مع على كلامكم يا منافقين يا منافقين. طب بكره اما نيجي نقعد بقى ونكتب ايه الدستور اللي هم بيقولوا عليه، انا ربنا كاتب لي دستور وبيقول لي ان هو ده الدستور الوحيد اللي تعيش بيه، وان اللي بيبتغي غيره فقد كفر، والايات صريحه وواضحه. ونفس البيه اللي بيكلمني دون اغلبيتهم مسلمين، اغلبيتهم مسلمين، لكن هيطلع يقول لي لا انا عمرو واكد بحب التمثيل، والتمثيل يعني علمانيه يعني ليبراليه، انا عايز ليبراليه. وهيطلع لي الخنزير محمد ناصر المذيع يقول لي انا محمد ناصر النحات بتاع الفن اللي بيضرب امثله بس بالعاهرات وبالداعرات، استاذ طه مش عارف دون طه حسين، واستاذ العقاد ونجيب محفوظ والرقاصه الفلانيه والنسمه سعاد حسني. انا عايز دوله علمانيه امارس فيها انا كمان الكلام ده، مش كده؟ ويطلع لك الفنانين يقول لك عايزين دوله تمشي فيها الكلام ده، ويطلع لك غيره وغيره. طب انا ساعتها هبقى اكتب اي دستور والناس هتبقى تتفق على اي دستور. هكتب دستور زي اللي عشنا بيه قبل كده، اللي بيقول ان الشريعه اللي هي مصدر المفروض تكون مصدر التشريع الوحيد، اوامر ربنا كلامه وقرانه، هدخل معاها تشريع جديد، هدخل معاها تشريع جديد من تشريع البشر. هروح اجيب لها قانون فرنساوي واحط فيها، هروح اجيب لها قانون امريكي وامشي بيها، همشي تاني بالربا. ما هي الناس دي هتقول لك عاوزين بنوك، عايزين النظام زي اللي موجود في اوروبا بالظبط، بس هو مش عايز نظام زي اللي اوروبا بتشتغل بيه، العلم والتقدم. هو قبل العلم والتقدم هو عايز زي الاوروبيين ما يعيش ويعيش، نتعرى، تفتح لنا المصايف، تصرح لنا محلات الخمر، تصرح لنا الكازينوهات، الافلام تشتغل حريه راي وتعبير. يا اخي ما عندهمش حريه راي وتعبير الا في الجنس وفي الدعاره، الا في تقليع الست وفي الحجاب بس. انما تيجي تتكلم تقول له انا مسلم، انا من حق ان انا كمان عندي حريه، يقول لك لا ده هو ده الارهاب وهو ده التطرف واللي. انا اقول ازاي لواحد زي ده النهارده تعال نحط اختلافاتنا لوحدنا على جنب كده ونحط ايدينا في ايدين بعض؟ ربي ما يرضاش عني، ربي ما يرضاش عني. ده العمليه وما فيها ان احنا عاوزين نطهر. تم العسكر اللي موجودين علمانيين خنازير، هم فيهم واحد اقام دوله الاسلام ولا يعرف عن الاسلام حاجه؟ دول بحاربوا الاسلام جهرا نهارا، بحاربوا الاسلام جهرا نهارا. فرقت ايه؟ شلت علماني وهجيب علماني بدل منه. طب ما العلماني ده مين اللي بأيده؟ امريكا بتأيده، الاتحاد الاوروبي بأيده، فرنسا بتأيده، مين اللي بأيده؟ مين اللي هيأيده؟ روسيا هتأيده، الصين الملحدة الشيوعية هتأيده. ما هو ملوش تأييد في العالم الاسلامي غير انه يكون لنفسه مجموعة وتكبر وتكبر وتكبر. يقول لك شيل كل الخلافات اللي ما بيننا، العسكر شغالين على سياسة فرق تسد. نعم العسكر ماشيين على سياسة فرق تسد، وانتوا ايه اللي قسمكوا الفرق؟ ما انت لو كنت متمسك بدينك ومتمسك بالعلم وبتفهم يا بغل يا منافق منك ليه ما كانش اتعمل فيك كده. انما انتوا اول ما دخلتوا البدع والضلالات ما بينكم وطلع الفاجر ده يقول لي انا علماني زي اوروبا. علماني بس في ايه؟ في العري، في الخمره، في الافلام، في قله الادب، في الكوره. لكن خلاف كده ما هوش علماني في الباقي. لا علماني في احترام المواعيد ولا في الاكل. معظم اللي بيطبلوا للعساكر العالم الخنازير ولاد الخنازير، فنانين قضاه اي مله كلهم علمانيين. حتى اللي بيدعي فيهم الدين زي الشيخ الازهر ولا الكلام ده كلهم عالم واطيه، الله اعلم جابوهم منين وطلقوهم علينا.
الله اعلم جابوهم منين وطلعوهم علينا. تخيل كده المولى عز وجل شايفنا واحنا رايحين نحط ايدينا في ايد الشواذ وبنقول لهم هنحط خلافاتنا على جنب دلوقتي. طب وبعد كده هو لا بيحبني ولا بيحب ديني ولا عمره هيعيش في يوم من الايام بديني، هيطعني في ظهري. هو مصلحته مع العسكري مش معايا. عمره في يوم من الايام ما هيرضى عني، عمره في يوم من الايام ما هيرضى عني. لا اليهودي هيرضى عني ولا النصراني المتطرف اللي ملوش دعوه بالنصرانيه هيرضى عني. عمر ده ما هيرضى عني ولا ده هيرضى عني. يبقى اخلص النيه لله، اخلص النيه لله. ما راح احطش ايدي في ايد اقليه فجر قليله الادب واقول مش هتمشي الا بكده يا علم يا واطيه اتقوا الله. ما دي كانت غلطه من ضمن غلطات الاخوان. النهارده يقول لك الاسلام واحنا اللي بندافع عنه، وبكره يطلع يحط ايده في ايد الاخوان ايام حسن البنا. النهارده يقول لك الاسلام واحنا اللي بندافع عنه، وبعد منها بيومين يروح يعمل لك ائتلاف تاني مع الوفد العلمانيين في التسعينيات. اتقوا الله. مش عايزين نلعب لعبه السياسه نجاسه تاني، مش عايزين نلعبها تاني. اكتر من 90% مننا ما بيتكلموش للعلم، ولا بيتكلموا علشان يبنوا دولة، ولا عايزين يوجعوا دماغهم ولا يشتغلوا ولا يتحركوا. على رأي واحدة محترمة قالتها لي كده بالنص، والله ما بيعملوش رجالة إلا علينا، ما بيعملوش ذكورة إلا علينا، ما بيعملوش رجالة وذكورة إلا على الغلابة وبس. يطلعوا عليهم قلة أدب وبيقول له أنت ما تعرفش أنا مين، أنا هسجنك، أنا هعمل فيك، أنا هسويك. لكن قدام العساكر كلهم علم واطية، كلهم علم واطية. اللي موديه إلا من رحم ربي، اللي مودينا في 60 مصيبة إن كل واحد مفضل مصلحته الشخصية قبل مصلحة غيره. كل واحد بيقول لك نفسي ثم نفسي وبعد كده تولع. وهو ده اللي مودينا في 60 مصيبة، وهنروح في أكتر من 100 مصيبة لو كملنا بالطريقة دي. سمعت ان النيل راح ما اتكلمتش، سمعت ان بلدك بتخرب ما اتكلمتش، والناس عماله تسلي فيكم، الناس عماله تسلي فيكم اتقوا الله. الناس اللي كلمتك عن طياره زامبيا، ويطلع عبد الله الشريف يقول لك زامبيا على جنبي، ويطلع مش عارف مين يقول لك مفاجآت، والاعلان عن رقم 6 والاعلان عن رقم 7، والسيسي سافر يجيبهم. ضيعتوا اكتر من اسبوع. الله يهديكم، الله يهديكم. مش عايز ادعي عليكم، ولو اتكلمت ما بيعرفونا. كم واحد عرفك عن طيارة زامبيا وعملت ايه ما عرفوك؟ عملت ايه انت وهي؟ قبل طيارة زامبيا كان ايه الفنكوش اللي قبل منه؟ كان فنكوش الضرب في العريش، وقبل منه كان فنكوش مش عارف ايه وايه، وقبل منه فناكيش الصوامع. مش كده؟ وضيعنا الشهر. الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. اسمعوا كلمة الحق، ما بنقولش أكتر من علم وإيمان. الله يهديكم، الله يهديكم. بشوفكم قاعدين بأكتر من 100,000 عند إنسان قاعد بكلمكم على سيناريوهات، وبكلمكم على أفلام، وبكلمكم عن قصته مع النجس الفنان الفلاني وتجربته مع النجس الفنانة الفلانية. هتقابل ربك تقول له هو ده اللي كنت بسمع له، هو ده اللي كنت باخد منه أفكاري. هتقابل ربك تقول له كنت قاعد مقضيها قدام محمد ناصر وهو عمال يقول لي أستاذي فلان وأستاذي علان، وهو بيقول لي انا خريج فنون جميله والدنيا ريشه وهوا. هتقابل ربك تقول له ايه؟ الله يرضى عليك. هتقابل ربك تقول له كنت قاعد اسمع ابو تريكه اللي ما عجبوش خلق الشمس والقمر وخلق الانسان وخلق الارض علشان يثبت له ان ربنا موجود، فقال لك دليل ان ربنا موجود ميسي دليل على ان ربنا موجود. هتقعد تسمع ايه؟ النيل راح عليه العوض ومنه العوض ومش هيرجع الا بحرب. بجيب لك من الاخر، هد السد دلوقتي بقى غلط. السودان هتتمحي من على الخريطه لو السد اتهد، وهو ده اللي كانوا هم بيجروا وراه من يوميها، هو ده اللي كانوا بيجروا وراه من يومها. يوصلك للمرحله دي اللي هي مرحله ايه؟ ما بقتش اقدر اضربه. وبعد كده النيل هيتحول لسد شتوي، وبعد كده الفلاحين هتنزل عليكم من الأراضي تاكلكوا أكل. ساعتها لا هينفع ابن مليكة، ولا هتنفع فلوس الإمارات، ولا فلوس خنازير السعودية كانوا نفعوا نفسهم، ولا حد هيعرف يأكلك وشربك وقتها، ولا هتعرف تسافر ولا تجيب تكلفة السفر. 2023 هيكون الجنيه، الدولار عدى 100 جنيه. هو مش عايز يعوم لحد فنكوش الانتخابات ما يعدي بأي طريقة، وبعد كده التعويم جاي غصب عنه وعن اللي خلفته، والتعويم اللي جاي 100% لو مش أكتر.
هتيجي تبص تلاقي الجنيه بقى الدولار بقى ب80، وبعد منها الدولار داخل على ال100. البصله اللي وصلت 7 جنيه ايام زمان كنا لما نحب ننزل لواحد او ما نقلل من قيمته نقول لك ده ما يسواش بصله. كانت البصله باقل من ساغ، كان البصل بيتخزن بالاطنان على الاسطح وقدام الشقق وفي البلكونات. النهارده البصله ب7 جنيه. اللي قلنا لك الكلام ده من سنين وقلت علينا كدابين وما شغلتش بالك، ورحت للي بيسليك وبقول لك نهايته وفضيحه وزلزال واخر نعش في مسماره واخر مش عارف ايه، والدنيا كلها اتخلت عنه. ويا ترى ويا هل ترى يا عالم اتقوا الله، اتقوا الله. كيلو البصل كمان سنه هيبقى بكام؟ البصله ام 7 جنيه دي هتلاقيها كمان سنه اما يتعوم الجنيه ويعدي هو كمان فنكوش الانتخابات هتلاقي البصله دي بقى ب20 جنيه. ربطه الخضره ام 5 جنيه اللي فيها كام عود شبت على كام عود جرجير هتجيبها ب15 جنيه، مش هتلاقوا تاكلوا وتشربهم. ابوس رجلك اتحرك، ابوس رجلك اتحركي، وما بطلبش منك غير علم وايمان. علم وايمان. اقف قول انا مسلم، انا ايماني لله، انا هخلصها لوجه الله، انا هضحي علشان خاطر ابني يعيش ويشتغل. وفكك من ام الفناكيش، فكك من ام الجري ورا الشيطان. مستني من الشيطان تاني يعمل لك ايه؟ يدخلك البريكس علشان كله يبقى في البريفكس وهتاكل وتشرب. يا اخي اتقي الله، ده الشيطان يعدكم الفقر وانت مصمم ان الشيطان ربنا يرزقك من وراه. ليه؟ طب والمساجين تولع، طب والمعتقلين تولع، طب وكان وماني تولع. طب اقول لك وانت كمان هتولع معاه. اجيب لك من الاخر بريكس مين وزفت الطين مين، وهتعمل لك ايه البريكس؟ ولا هتاكلك ولا هتشربك؟ وانت لاقي تاكل وتشرب. واقسم لك بالله البريكس لو ادت لابن مليكه $1 مليار كل يوم ما هتشوف منهم جنيه. ده العسكر كفره اولاد كفره. اتقوا الله، اتقوا الله في وقتكم، اتقوا الله في الكلمه اللي بتقولوها، اتقوا الله. البلد بتضيع او براحتكم، ما عادش فيها كتير. سبتمبر مش اللي جاي ده، اللي هو هيبدأ كمان اسبوع، سبتمبر 2024 تاريخ جديد محدش عمره يتوقعه وبدأت تبان ملامحه. براحتكم، انتوا اللي هتعيشوه مش احنا. تحية ليكم من اما تكونوا وفين ما تكونوا. كان معاكم احمد عبد المجيد في كلمتين للخير من مدينة ليستر انجلترا. وبراحتكم يا احرار، براحتكم يا احرار. اللهم بلغت اللهم فاشهد. تصلوا براحتكم، انقلوا من قناة لقناة براحتكم. ده انتوا فيكوا بنات بتتطوع تشتغل لناس معرفش بدون ما يطلبوها ولا بدون ما يسألوها. شغالة عند سيناريست بتجيب له ناس، شغالة عند منافق بيطلع لها من آخر الدنيا يسرح بالناس تجيب له ناس بدون ما يطلبوا منهم. والله اتقوا الله. الناس دي كلها قبضت او بتقبض. اتقوا الله. اقل واحد حاطط اعلانات على قناته بيعمل الاف الدولارات من وراكم علشان ايه؟ علشان يقول لك روايه، يقول لك فيلم، يقول لك فضيحه، يقول لك فنكوش، يضحك عليك بوهم كذاب. يقول لك تجربتي مع الفنان الفلاني والفنانه الفلانيه. ما شبعتوش من الفن. الفقر اللي انتوا فيه ما شبعكمش من الكوره، ما شبعكمش من كلمه العسكري غلبان. قلنا لك قعد ابنك من الجيش، الله في سماه ما هتقوم للبلد دي قومه طول ما الجيش هو اللي ماسك. الله في سماه ما هتقوم للبلد دي قومه طول ما الجيش هو اللي ماسك. احنا لو قلنا كلمة خير في وسط 10 واحد بيسمع و9 بينصرفوا عننا، بيطلع الجيش يطلع مشهد عري في وسط واحد بينشره في وسط 2002 في دقيقة. لا معانا الامكانيات اللي معاه، ولا معانا الشؤون المعنوية، ولا معانا امريكا، ولا معانا اي حد، بس معانا ربنا الحمد لله يغنينا عن كل شيء. والله النظام ده ما هيتحرك من مكانه الا لو العسكري ده احترم نفسه وقعدتوه. ما حدش بيقول لك قعد ابنك، كله عايز يتسلى. محمد ناصر وكل المنافقين دول عارفين ان مش النظام ده مش هيقع الا لما العسكري يتشال. معتز عارف ان النظام ده مش هيقع الا لما العسكري يتشال. كل المنافقين اللي عندهم بالاف الالوفات وعبد الله الشريف وغيره عارفين ان النظام ده مش هيقع الا لو العسكري يتشال، لكن مش عايزين يوقعوه. عايزين الجيش يستمر بس يشيلوا منه الكخه ويسيبوا الباقي. علشان كده ربنا مش هينصركم. الدين بيتاخد كله يا اما بينترك كله. والأعمال بالنوايا، وإذا كان نيتك فيها شيء من النجاسة أو من قلة الأدب ربنا عمره ما هيكرمك.
عبد الله الشريف عارف ان الدوله دي مش هتقع الا لو العسكري امتنع عن التجنيب، ما بيدعيش ليه لوقف التجنيب. محمد ناصر ما بيدعيش ليه لوقف التجنيب. معتز ما بيدعيش ليه لوقف التجنيد. بلال فضل اللي كل يوم يطلع يقول لك تجربتي مع النجس احمد زكي لعنه الله عليه مطرح ما راح لفسادكم هو وعيالكم وغيره. الناس اللي حاطه اعلانات وبتوع مكملين وغيرهم، الناس اللي انتوا بتحضروا عندهم وبتطبلوا لهم بالالوفات يا عالم يا منافقه، وبيعملوا من ورا الاعلانات الوفات مؤلفه، وفيهم اللي بيتمول، فيهم اللي بياخد فلوس من قطر. ده بتوع مكملين وقناة الشرق جم في دقيقة سكنوهم في لندن في بيوت 5 نجوم وعايشين، اديكوا شايفين العز عليهم، بدل على عماد البحيري وقمصان جديدة على أسامة مش عارف جويش، وعايشين عيشة ما تحلموش تعيشوها، وبيقبضوا بالاسترليني. انت بتقبض بايه؟ تتلموا عند واحد اسمه بلال فضل سيناريست بيقول لك يبقى يقابل ربه بشويه روايات، قولوا له اتقي الله وادعي ان الجيش يقع. كل دول عارفين ان البلد دي مش هتقوم لها قومه الا لما العسكري الغلبان ده يقعد، الا لما الناس تعرف وتقول له انت جند الفرعون. الناس دي كلها عارفه ان مش هتقوم لنا قومه الا لو ربنا رضى عننا، لكن بيقول لك لا، ده في علمانيين لازم نحترمهم، وفي شهوانيين لازم نحترمهم، وفي ملحدين لازم نحترمهم، وفي مش عارف ايه لازم نحترمهم. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وربنا ينصر ناس زي دي ازاي؟ بنسيك انك انت مسلم. محمد نصر اللي طلع يقول لك قصيده في ابو تريك، راعب الشباك الافريقيه هز مش عارف ايه، لكن الواطي ما يتجرأش يقول لك ده لعيب قمار، عايزك تتفرج على قمار مصلحتكم وانتوا احرار فيها، وربنا ما يرضيهوش الحرام. عمر الحرام ما يرضي ربنا، عمر كلمة الباطل ما ترضي ربنا، وانتوا مستنيين لسه، او 90% منكم لسه مستني خير من الشيطان. ربنا يديكوا على قد نيتكم، واستنوا من الشيطان بحور الطحينة وابار الريش، ريش الضاني، واتفاقية البريكس اللي هتخليك الصين بكرة. روح يا شيخ، والله انا بشفق عليكم من جهلكم، فعلا الجهل ليه ناسه، الجهل ليه ناسه. مش هنتغير الا لو اتغيرنا، مش هنتغير الا لو بقت عندنا عقيدة، وعقيدة المسلم اسمها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بحقه. مع السلامة يا احرار.